الدقيقة الرابعة. نعم يسجل فرناندو توريس، تقدم بهذا الشكل، خذوهات مع ماتا، وصلت إلى توريس يحطها في مرمى روش، ويسأل الحقيقة لأن الزاوية مصلحة المنتخب الأسباني. طبعا هو الآخر في إنجلترا مع تشيلسي، 103 مع أكثر من 30 دقيقة. محاولة المنتخب الأسباني بينية، يأتي الثاني، جول ثاني لمصلحة المنتخب الأسباني. هنا دافيد يسجل هدفه الشخصي رقم 19، انلعبت صح الأولى وصح الثانية، وكان الهدف الثاني لمصر. فرناندو توريس يتقدم، فرناندو توريس يسيطر على الكرة، الثالث طبعا حارس المرمى روش. منتخب تهيتي صمد، ولكن اعتقد في طريقه ربما لكي ينهار ربما فاني في ماراكانا وجماهير. في الدقيقة 39 تنافس إذن على الأهداف الإسبانية، 4 أهداف مقابل صفر. واحد لن تتكرر نتيجة عام 1950. مشروع الخامس، وين الخامس؟ يجي الخامس، الدربكة انتهت، لكن العمل على تسجيل الهدف الخامس يتواصل حتى في هذه اللقطة. هذا هو الخامس أمام ذاك العجب، والرابع لمرتين يمكن ينقلون أخبار تهيتي. السادس، جاك السادس خلاص. تهيتي أمام نيجيريا، لكن شوف العمل وشوف التقدم. وكنت أقول من خيز السابع خرج من مرماه، هو متابعة، لاحظ الباص الطويل هنا دافيد فيا، ولاحظ روش هنا. طبعا يمكن الأسبان يعني شوف خلاص جاك الثامن، وأرجو يعني فقط هي وجهة في تعاطف كبير من الأنصار والمشجعين هنا، ولكن المحاولة الأخرى وفرناندو توريس، جول. هاتريك الآن لفرناندو توريس، ويكون في تاريخ كأس القارات أمامك.